إليزابيث هولمز بنت عندها 19 سنة في جامعة ستانفورد اللي كل الناس بتحلم تدخلها، بس هي فجأة قررت تسيب الجامعة عشان تبدأ في مشروع أحلامها اللي كانت شايفة إنه هيخليها أصغر مليارديرة في العالم. إليزابيث كانت شايفة إن التحاليل مش محتاجة كل المعامل الضخمة والتكلفة الكبيرة دي، عشان كده عملت جهاز صغير سمته إديسون بيعمل أكتر من 200 تحليل بنقطة دم واحدة. بعد كده أسست شركة وسمتها سيرانوس، وقدرت تاخد استثمارات بحوالي 700 مليون دولار، وبقت في وقت قصير جدا أصغر مليارديرة عصامية في العالم بثروة قيمتها 4.5 مليار دولار. وتيجي سنة 2015 وصحفي في وول ستريت جورنال يعمل تحقيق صحفي عن استحالة الفكرة، وبدأ يجمع أدلة ويسمع لموظفين سابقين في الشركة. وهنا بقى بتظهر مفاجأة. عينات الدم ما كانتش بتتحلل في أجهزة سيرانوس، دي كانت بتروح معامل تانية، ولما بترجع بيسلموا النتائج على انها طلعت من اجهزتهم، وجهاز اديسون ما بيشتغلش اصلا وما بيعملش اي حاجة. والاسطورة وقعت والشركة انهارت والمستثمرين خسروا ملياراتهم، واليزابيث اتحكم عليها ب 11 سنة سجن. بس الغريب بقى ان في ناس لحد دلوقتي شايفينها ملهمة.